كتير اللي اصدروه امبارح بالليل وقالوا ان هينزل النهارده بيوقع بيبقى ضد الجيش او ضد الشعب. الشعب اهو، الشعب المصري كله بكل اطيافه موجود النهارده، ومفيش حد ابدا ممكن يبقى يعني عنده حاجه في دماغه مش مظبوطه لو يبقى ضد جيش مصر. محدش ممكن يبقى ضد جيش مصر. جيش مصر جيش عظيم طول عمره بيحمي مصر، بيحمي شعب مصر، وقف جنبنا في الثوره، ومفيش شك ان احنا لا يمكن هنبقى ضده. انما لا، هذا لا يمنع بعض التساؤلات والانتقادات للمجلس العسكري. النهارده في ناس جايه تتساءل وجايه تطالب المجلس العسكري والحكومه المصريه ببعض المطالب الضروريه، منها محاسبه كل الفساد اللي في البلد والقضاء عليه، من اول رؤساء الجامعه لغايه لواءات الشرطه اللي لسه بيبقوا عندهم قضايا ويتحكموا بسبب قتل المتظاهرين وموجودين على اماكنهم في جهاز وزاره الداخليه. ده شيء عجيب جدا لا يعقل. على الاقل عزل دول، على الاقل يعني. وطبعا المجالس المحليه اللي هي خطيره جدا وبتدير كلها من الحزب السابق الفاسد، الحزب الوطني الفاسد، وهم بيديروا ايضا البلطجيه. وانا شخصيا ليا مطلب بتوجه به للحكومه ولوزاره الداخليه وللمجلس العسكري: لماذا لا يتم القضاء على هؤلاء البلطجيه اللي احنا نعلم جميعا انهم كانوا جيش بلطجيه تابع لجهاز امن الدوله الموحد، وهؤلاء الجيش كان يستخدم ضد البشر وضد المدنيين واستخدم من اول الثوره. طلعوه علينا بعد كده، دول لهم ملفات ولهم اكيد اسامي ومشوفات. لماذا لا يتم حصرهم والقبض عليهم ومعاقبتهم بحسم وبعلانيه عشان خاطر يتعظ الاخرين منهم؟ لان طول ما البلطجيه سايبين، لا مش احنا بقى.